نعم. ثم الثانية انظر يا من غرك الأمل، انظر أيها المتكبر، انظر يا من غرتك سلطتك وقوتك وجبروتك، انظر إلى مصيرك ومصير العالم أجمع. انظر إلى هذه الثياب، إلى هذه الأكفان، وشفت فيها شفت معها شي جيب؟ ما كاين لا جيب لا والو، ما كاين لا جيوب لا أهل لا مال لا دنيا لا وظيفة، إنما هو عملك سيدخل معك في هذه الأكفان فقط. ثم نلفه الثلفة الثالثة هكذا. انظر يا عبد الله، وانت انظري يا أمة الله، انظري يا اللي كتفصلي جوج قفات في العام، انظري يا اللي كتغمزي على الأخوات ديالك إذا لبسوا شي لباس ماشي هو هذاك في عينك. انظري يا من تتقلبين في الثياب، وإذا ما كفاكش عندك ذاك الشيء اللي في المريوات، كتمشي وكتكري لكل مناسبة ثوب خاص وقفطان خاص وتكشيطة خاصة. هذه هي التكشيطة ديالك الحقيقية، شوفي فيها مزيان، فوالله الذي لا إله غيره راك غادي تلبسيها إن شاء الله. إذا لم تكن موتك، قلت إن شاء الله استثنيت، لأن ربما الإنسان ما يلبسوش يموت يعني في البحر، ولا تحرق به الطائرة، ولا ياكلوا السباع ولا الضباع ولا هذا، لأن اللي وجد الكفن وجد يعني من يجهزه، فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة من الله عز وجل.